السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل معاكم العظمة ديت. هنعمل بقى معاكم صينية الكنافة بالمانجا. طالعة بقى ما شاء الله بالجمال والروعة كده زي ما انتم شايفين. كانت تحفة بصراحة. اتمنى بقى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ندخل بقى على الطريقة على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. انت معايا نص كيلو كنافة مقطعها انا قطع صغيرة كده، او ممكن تنضرب في الكب. حط عليها معلقتين سكر بودرة او 3. السكر بيخليها ما شاء الله تبقى تاخد لون ذهبي كده من الفرن. اهم حاجه ان احنا نقلبها بقى كده ونغلفها كويس بالسكر. هنا بقى بعد ما خلصتها خلاص غلفتها كلها بالسكر. هنجيب بقى الصينيه اللي هنحط فيها. دهنها برضو سمنه كويس خالص عشان ما تلزقش مننا. يعني ندهنها بقى بطبقه كويسه كده من السمنه. هنحط بقى فيها الكنافه بتاعتنا. دي كنافه كانت صبحه ما كانتش يعني متفرزه، والمتفرزه برضو يعني تنفع. هنغلف بقى الصينيه كويس كلها بالكنافه، ونعملها بقى كده برضو على الاطراف. نحط بقى كميه يعني حلوه كده. انا حطيت حوالي نص كيلو، يعني شلت منه شويه صغيرين اتبقوا يعني حبه صغيرين خالص كده من النص كيلو. لان الصينيه ديت مقاسها كبير، يعني مقاس 30. هنضغطها بقى كويس كده وعلى الاطراف. لما نلاقيها بقى تحتاج كنافه نزود برضو. اهم حاجه ان احنا بس نضغط كويس ونطلعها كده على الاطراف. هنا بقى بعد ما خلصتها كلها هنجيب بقى صينيه مقاسها صغير ونضغط عليها كده جامد عشان لما تستوي تبقى الكنافه كده عندنا متماسكه. هنا بقى خلاص بعد ما خلصتها هنحط بقى عليها السمنه. هو طبعا نص كيلو الكنافه بيحتاج كوبايه سمنه، بس انا طبعا ما بحطش الكوبايه كلها. بنرش انا كده عليها بالمعلقه عشان ما تبقى سمنتها كتير. انتوا عارفين ان انا ما بحبش احط السمنه عليها كده واقلبها، بتاخد وقت انها تفك، بتبقى عامله تكتلات كده، لكن الطريقه ديت سهله. هنا بقى بعد ما حطيت عليها كميه السمنه دخلتها بقى الفرن. طبعا خدت بقى اللون الدهبي الجميل ده. كنت طبعا مشغله الفرن، بيبقى على درجه حراره عاليه يعني، او 200 كده او 180. نحط بقى الشربات. طبعا كان موجود عندي شربات الكنافه، طبعا بيبقى تقيل زي ما انتوا عارفين. طبعا مش هنكتر برضو كنافه لان لسه هنحط عليها. معلش مش هنكتر شربات عشان لسه هنحط عليها كريمه ومانجا عشان ما تبقاش مسكره يعني جامد. طبعا انتوا عارفين صينيه الكنافه دي من بره بتبقى بمبلغ يعني، خاصه اللي هي بتبقى بالمانجا دي بتبقى غاليه. سيبها بقى تهدى خالص، وبعد كده بقى بعد ما هدت حطيتها بقى في الطبق بتاع التقديم. وهنحط بقى عليها نجهز بقى معاكم الكريمه ديت. كوبايه بستري كريم. هنحط عليها كوبايه عصير مانجا. ضربها انا في الخلاط من غير ميه ومن غير سكر من غير اي حاجه. هنضربها بقى كويس بالمضرب، لان البستري برضو بيبقى عليه سكر، غير الكريم شانتيه الخام يعني ما بيبقاش عليه سكر، لكن البستري بيبقى عليه سكر. فعشان كده ما حطيتش اي سكر في الكريمه ولا على المانجا. وكمان مخففه السكر في الكنافه. هنا بقى جاهز معانا. ممكن اللي حابب يضربه بالميه عادي يعني، بس انا حبيت يعني طالما بالمانجا قلت اضربه بقى بالعصير المانجا.
هنضيفه بقى على الكنافة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصراحة تحفة صينية الكنافة ديت، لو جايلك ضيوف بقى وعندك عزومة تعملها لهم كده، او رايحة برضو زيارة لحد تاخديها معاكي، قيمة يعني، وما شاء الله جميلة خالص. هنفرد بقى عليها الكريمة كده كويس، يعني مش لازم نسويها يعني تبقى تسوية جامد، لاننا لسه هنحط بقى عليها شرايح المانجا. دي بقى شرايح مانجا كانت عندي متفرزة، كنت مفرزاها مانجا سليمة كده، طلعتها وهي لسه متجمدة وقطعتها كده ايه شرايح زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان احنا تتقطع وهي متجمدة، عشان لو فكت مش هنعرف نقطعها شرايح كده تبقى متساوية. هنرصها بقى كده جنبها بشكل كده جمالي زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تتقطع برضو قطع صغيرة كده ونحطها عليها وخلاص، بس انا حبيت يعني اعمل معاكم الايه الشكل الجميل ده. بصراحة في الشكل في النهاية كانت طالعة بصراحة تحفة زي ما شفتها كده في اول الفيديو. هنا بقى لما خلصت بقى رص كل الشرايح اللي معايا بقى شوية كده مقطعاهم مكعبات، هنحطهم بقى في النص كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما قلت لكم الكنافة دي بتيجي من محلات غالية خالص، اتعملت في البيت ما شاء الله، ما كلفتش اي حاجة. مانجا يعني موجودة عندنا اكيد كله مخزن مانجا يعني عشان رمضان. هنا بقى بقت جاهزة خلاص، ما شاء الله طلعت تحفة بصراحة. اوريها لكم كمان من قريب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط عليها شوية فستق كده في النص، نكسر بس اللون يعني، حبة صغيرين بس كده في النص كده. بصراحة ادوها شكل يعني جميل خالص، بس مش هنحط يعني غير كده. بتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.